عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة تالتة ثانوي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مس نيرة ياسر، والنهارده ان شاء الله هنحل مع بعض شوية امتحانات. الامتحانات دي تبقى محاكاة لنفس شكل الامتحان اللي هيجيلك اخر السنة ان شاء الله. خلاص اخر السنة يعني السنة خلصت، تمام؟ فهنركز بقى مع بعض شوية، وان شاء الله الامتحانات دي هتبقى جايلك بنفس الشكل ده ونفس الاسلوب ونفس الطريقة. يلا نحلها مع بعض ونبدأ ونقول بسم الله. اول سؤال بيقول القاسم المشترك بين النظام العالمي الجديد وظاهرة العولمة هو ايه؟ القاسم المشترك يعني في حاجه مشتركه ما بين الاثنين، العولمه والنظام العالمي الجديد. اول حاجه بيقول لي الوحده والانسجام، ولا الهيمنه والسيطره، التطور والتقدم، الشموليه والمحدوديه. طيب انا عندي في النظام العالمي الجديد وظاهره العولمه ان الاثنين جايين من دول متقدمه بيفرضوا سيطرتهم على دول ايه؟ دول ناميه او دول ضعيفه. يبقى اذا الفرق التشابه ما بين الاثنين فيهم هيمنه وسيطره من الدول المتقدمه على الدول الايه؟ الناميه. يبقى اذا الاجابه عندي هتبقى الهيمنه والسيطره. طيب تاني سؤال بيقول لي تعبر الصورة التي أمامك عن العلاقة الوثيقة بين A و A. هنا جايب لي عيد تحرير طابة، تمام؟ لما طابة رجعت تاني لمصر عن طريق محكمة العدل الدولية. بيقول لي أول حاجة هنا في علاقة وثيقة ما بين الجغرافيا والاقتصاد، ولا التاريخ والجيوبوليتيك، ولا السياسة والجغرافيا، الاقتصاد والسياسة. طيب هنا بيقول لي دلوقتي المفروض ان طابة رجعت لمصر عن طريق محكمة العدل الدولية، ولما قالت ان احقية طابة لمصر، تمام، وحكمت لنا ان طابة ترجع. طيب هنا في علاقة ما بين مين؟ جغرافيا واقتصاد؟ لا دي بعيدة. طيب تاريخ وجيوبوليتيك؟ لا برضو. سياسة وجغرافيا ولا اقتصاد وسياسة؟ يبقى عندي السياسة والجغرافيا. السياسه والجغرافيا ارتباط الاثنين ببعض، تمام؟ لان طبعا طابة جزء من مصر، من ارض مصر، فهي من الحدود بتاعه مصر، وارتباط ما بينها وما بين الجغرافيا. طيب ندخل على السؤال الثالث. بيقول يمثل المنتج الذي امامك احد مزايا استغلال ايه؟ وجايب لي هنا شكل ايه بقى؟ ده شكل مطاط اللي هو كاوتشات العربيات زي ما بيقولوا، او اطارات السيارات. فهنا بيقول المنتج اللي قدامي ده مزايا استغلال النقل السريع، النبات الطبيعي، التنوع المناخي، الطابع الجبلي. طبعا النبات الطبيعي ليه؟ لان انا عندي المطاط بيتم استخراجه من الايه؟ من النبات الطبيعي، تمام؟ طيب السؤال الرابع تدخل دراسة الابعاد الجغرافية واثرها على قوة الدولة ضمن مجالات نقط. دلوقتي بتكلم عن دراسة الابعاد الجغرافية، دراسة الأبعاد الجغرافية وأثرها على قوة الدولة. يبقى أنا دلوقتي بتكلم عن قوة الدولة. طيب مين بقى المجال اللي كان بيدرس قوة الدولة؟ علم الجيوبوليتيك، ولا التحليل السياسي للقوة، صراع القوى المتنافسة، ولا علم الجغرافيا السياسية أو مجال الجغرافيا السياسية؟ أيوه هو مجال الجغرافيا السياسية، لأن هو اللي كان بيدرس قوة الدولة ونقاط القوة والضعف بالنسبة للدولة، تمام؟ أو الموارد الموجودة في الدولة وهتعمل ايه في قوة وضعف الدولة. يبقى أنا دلوقتي لما يقول لي البعد الجغرافي وأثره على قوة الدولة، ده مجال الجغرافيا السياسية، تمام؟ طيب سؤال رقم 5. تعد اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ثمرة ايه؟ دلوقتي بيقول لي منظمة التجارة العالمية او منظمات التجارة العالمية اللي معمولة ما بين دول العالم، هي ثمرة ايه؟ يعني جايه لي منين؟ جايه لي من التعاون الدولي، ولا التحالف العسكري، التقدم التقني، ولا التطور المعلوماتي؟ طبعا جايه لي من التعاون الدولي، تعاون دولي ما بين دول العالم، عشان منظمة التجارة العالمية دي مش جاية من التحالف العسكري، مش من الأحلاف العسكرية، ولا من التقدم التقني أو التكنولوجي أو التطور المعلوماتي. لا الثلاثة دول ما لهمش علاقة بيها. يبقى منظمات التجارة العالمية جاية لي من تعاون دولي. أمامك خريطة حديثة لقارة آسيا، ادرسها جيدا ثم اختر. يرجع اختلاف أهمية المسطح المائي شمال روسيا، المسطح المائي اللي في الشمال ده، والمسطح المائي اللي في شرق روسيا اللي في المكان ده، الاختلاف ما بينهم يرجع لايه؟ اولا انا عندي المسطح المائي اللي في المكان ده اللي في شمال روسيا، عندي هنا محيط القطبي الشمالي، ده المحيط القطبي الشمالي، وهنا عندي ده مين؟ المحيط الهادي، تمام؟ طيب انا عندي الاختلاف ما بين الاثنين في ايه بقى؟ الاختلاف ما بين الاثنين في الامتداد الساحلي، امتداد الساحل، ولا عندي الاختلاف في المساحة ان ده مساحته كبيرة مثلا وده مساحته صغيرة، ولا عندي الاختلاف في التباين المناخي، ولا السيادة القومية؟ لا انا عندي، انا لو هنا جيت بصيت على المحيط القطبي الشمالي هلاقيه في اقصى الشمال، فالمنطقة دي كلها منطقة باردة متجمدة، فبالتالي المسطح ده ملوش اهمية. طب المسطح اللي في الشرق لا له اهمية كبيرة جدا طبعا، اللي هو المحيط الهادي. فالاختلاف هنا ما بين الاثنين التباين المناخي، تباين المناخ او المناخ هو اللي اثر دلوقتي، في واحد فيهم مهم وواحد فيهم لا، تمام؟ طيب بعد كده بيقول لي رقم 7. أي من الدول الآتية تتشابه في النظام السياسي والإداري وكثرة عدد الجيران؟ مين من الدول دي متشابهة في النظام السياسي والإداري؟ يعني في دولتين متشابهين في النظام السياسي والإداري، الدولتين دول إيه؟ زي بعض. قال لي أول حاجة البرازيل والولايات،
ولا فرنسا والصين، ولا الولايات والهند، الولايات المتحدة والهند، سويسرا واليابان؟ انا لو جيت بصيت على الدولة الوحدوية اللي كان موجود فيها مجلس نيابي واحد وحكومة مركزية واحدة، كان عندي النموذج المثالي ليها فرنسا، وقال لي كمان كان في مثال اللي هي دولة الصين، وقال لي الصين دولة وحدوية بس مش نموذج مثالي. فاذا دولة فرنسا ودولة الصين الاتنين مشتركين في النظام السياسي والاداري بتاعهم زي بعض، وكمان في كثرة عدد الجيران. تمام، يبقى فرنسا ومين؟ والصين. رقم 8، من العوامل التي تزيد من احتمالية تفوق الدولة عسكريا على غيرها من الدول. ايه الحاجة اللي بتخلي الدولة اكتر عندها تفوق عسكري؟ ايه الحاجة اللي بتخلي الدولة عندها تفوق عسكري من حيث الالات والمعدات والاسلحة والجيش وغيرها؟ الامتداد الجغرافي، ان الدولة تبقى كبيرة، التجانس السكاني، التنوع المناخي، ولا الموقع الفلكي؟ طب هنا بيقول لي هو مين اكتر؟ موقع فلكي ملهاش علاقه بالتفوق العسكري. طب تنوع المناخي، المناخ ملوش علاقه بالعسكري خالص. طب تجانس السكان، لا هو انا عندي حجم السكان انما تجانسهم لا. اذا هيبقى عندي الامتداد الجغرافي. ليه الامتداد الجغرافي؟ لانه قال لي كل ما كانت الدوله كبيره المساحه هتخلي او هتدي حريه مكانيه افضل للجيش، انه يقدر يتحرك، انه يقدر يبقى عنده قوه عسكريه تمام تابعه للدوله بتاعتها. يبقى اذا عندي من العوامل اللي بتزيد من احتماليه تفوق الدوله عسكريا الامتداد الجغرافي. سؤال رقم 9، تتسم دولة ألمانيا بالامتزاج الثقافي والوحدة بين السكان. تمام، دولة ألمانيا عندها امتزاج ثقافي وعندها وحدة بين السكان. ليه؟ لأن دولة ألمانيا دولة ذات طابع سهلي. دولة ألمانيا دولة ذات طابع سهلي. فاذا الدول التي ذات طابع سهل دي بيرجع الى عامل ايه؟ هي الطابع بتاعها سهل سهول. اذا ده من موقعها ولا من شكلها ولا من مساحتها ولا من التضاريس؟ طبعا من التضاريس. تمام، لان السهول من الايه؟ التضاريس. رقم 10، من خلال الخريطة المقابلة افضل وسائل النقل لربط جميع اجزاء دولة اليابان هي ايه؟ طب انا دلوقتي عندي شكل دولة اليابان تمام، وعندي قلنا ان اليابان دولة ايه؟ دولة يعتبر دولة بحرية مجزأة. طيب علشان اربط ما بين اجزاء اليابان هختار النقل البحري والنهري، ولا النقل النهري والجوي، ولا الجوي والبحري، ولا البري والجوي؟ هي دلوقتي عبارة عن جزر او جزيرة في وسط الايه؟ في وسط البحر. فانا عشان اوصل لها محتاج لطيران، وعلشان نوصل ما بين اجزائها مثلا ممكن نحتاج للنقل البحري. يبقى اذا هختار النقل الجوي والنقل البحري. النقل الجوي والنقل الايه؟ البحري لدولة مين؟ اليابان. سؤال رقم 11، إذا صار الحد السياسي في نهر الراين مع خط المنتصف. لو نهر الراين الحد اللي بيقسم النهر هيمشي مع خط المنتصف. يعني لو هيقسم النهر نصين، خط المنتصف خط النص، ايه اللي هيحصل؟ طب هو اصلا نهر الراين ده الحدود ماشيه في بناء على ايه؟ على خط العمق الملاحي. نهر الراين خط العمق الملاحي. يبقى انا عرفت دلوقتي ان نهر الراين ده هو على حسب خط العمق الملاحي. تمام. طب لو قال لي بقى لو العمق الملاحي ده مش موجود وعملناه مع خط المنتصف، فسوف يؤثر ذلك سلبا على ايه؟ هيأثر على ايه؟ لو انت دلوقتي انت كدولة النهر ده متقسم على اساس العمق يبقى في حركة سفن. تمام، فده هيأثر سلبا على ايه؟ على صيد الاسماك، توليد الكهرباء، اقتصاد المية، ولا حركة السفن؟ قال لي لا، حركة السفن. تمام، يبقى ده هيأثر على حركة السفن، لان دايما العمق الملاحي ده بيبقى كويس للسفن ان السفينة تقدر تمشي. تمام. طيب توجد علاقة عكسية بين اتساع السهول ونقط. خدوا بالكم قال لي علاقة عكسية، واللي مش عارف يعني ايه علاقة عكسية، ان حاجة عكس حاجة بتزيد قدامها الحاجة التانية بتقل. حاجة بيبقى ليها ايجابي يبقى الناحية التانية هيبقى ليها سلبي. لو طردية هيبقوا زي بعض، يعني لما ده بيحصل ده بيحصل. طب لو عكسية، لما ده بيحصل ده بينزل، او لما ده بيطلع ده بينزل، عكس بعض. فهنا بيقول لي بقى في علاقة عكسية ما بين اتساع السهول وايه؟ طيب هو كلما اتسعت السهول، لو كان عندي سهول ايه اللي هيحصل؟ قال لي هقدر اعمل وحده بين السكان. لان السهول بتساعد على تعزيز الوحده بين السكان، يبقى دي مش معانا. طيب كلما اتسعت السهول قال لي هيحدث نمو عمراني وسكاني. هيبقى في سهول فبالتالي هيبقى في نمو عمراني بطريقه سهله ونمو سكاني، يبقى دي مش معانا. طيب كلما اتسعت السهول ظهرت الاقليات في الدوله. لو انا عندي سهول وما عنديش جبال هيبقى في اقليات؟ لا،
دي بعيده. بعيده ليه؟ يبقى هي دي الاجابه. ليه؟ لانه قال لي علاقه عكسيه، فانا عاوزه حاجه العكس، عاوزه حاجه مش تبع السهول. طب لو قال لي تنوع النشاط الاقتصادي، ايوه برضو دي كمان تبع السهول، بس هو عاوز الثلاث نقط اللي عندي دول تبع السهول. تمام، يبقى هو مش عاوز دول، هو عاوز حاجه عكس السهول. عكس السهول ظهور الاقليات في الدوله، لان الاقليات دول بيظهروا لما بيبقى فيه غالبا جبال. تمام، لما بيبقى المظهر التضاريسي عباره عن ايه؟ جبال. فاذا هنا هختار ظهور الاقليات في الدوله. يصعب حصر واستثمار كل موارد دولة ايه؟ طيب انا دلوقتي عندي من الدول اللي صعب ان انا احصر واعد واستثمر واشوف كل الموارد اللي عندها اي دولة كبيرة المساحة. تمام، يبقى دلوقتي انا عندي من عيوب الدول كبيره المساحه ان انا من الصعب عليا ان انا اعد واستثمر واهتم بيها لانها كبيره. فهنا دلوقتي بقى من الصعب عليا ان انا اشوف موارد دوله مين؟ هولندا، سويسرا، الصين، بلجيكا. هلاقي طبعا دوله الصين لان هي اكبر واحده فيهم. تمام، انما هولندا وسويسرا وبلجيكا دي دول صغنونه كده. طيب رقم 14 قال لي من خلال الخريطه المقابله تقسم دائرة الاستواء قارة افريقيا الى نصفين. لو بصيت على الخريطة هلاقي ان دائرة الاستواء معدية هنا كده بالشكل ده، ومقسمة قارة افريقيا الى نصفين، نصف شمالي ونصف جنوبي. تمام، من حيث ايه بقى؟ انا هشوف بقى النصين المتقسمين قدامي دول متقسمين كده من حيث ايه. قال لي مساحة القسمين، يعني هل المساحة دي قد المساحة دي؟ هل عينك وهي شايفة الجزء ده قد الجزء ده؟ لا. طيب عدد الدول البحريه، لو جينا عدينا عدد الدول البحريه هنا نفس عدد الدول البحريه هنا، قال لي لا، لان انا لو عديت مثلا ادي دوله بحريه مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، عندي جامبيا، عندي غينيا، عندي سيراليون، عندي ليبيريا، عندي ساحل العاج، غانا، نيجيريا. شوفوا كل الدول دي كلها دول بحريه، فطبيعي ان الدول اللي فوق اكبر من الدول اللي تحت. طيب هاجي مثلا على عدد الدول الحبيسه، هل الدول الحبيسه في القسمين زي بعض؟ طب تعالوا نشوف الدول الحبيسه. قال لي عندي اول دوله حبيسه تشاد، النيجر، مالي. هنزل تحت الاقي نيجيريا، بوركينا فاسو. تمام، هنزل تحت الاقي افريقيا الوسطى، هلاقي عندي جنوب السودان، هلاقي عندي اوغندا. تمام، طيب تعالوا بقى ننزل في الجزء اللي تحت. هلاقي عندي دوله زامبيا، تمام، دولة حبيسة. الكونغو الديمقراطية دولة حبيسة. قال لي عندي كمان هلاقي دولة زيمبابوي، بتسوانا. تمام، دي دول حبيسة. فلو عدينا الدول الحبيسة في الشمال وفي الجنوب هنلاقيهم نفس عدد الدول. يبقى دلوقتي اما يقول لي قارة افريقيا مقسمة الى قسمين او دايرة الاستواء مقسماها نصين، النصين متشابهين في ايه؟ في عدد الدول الحبيسة. عدد الدول الايه؟ الحبيسة. طيب بعد كده قال لي يعد الموقع بالنسبة لدوائر العرض أكثر أهمية لقوة الدولة كما هو الحال فين؟ قال لي الموقع بالنسبة لدوائر العرض، الموقع بالنسبة لدوائر العرض ده اللي هو الموقع الايه؟ الموقع الفلكي. والموقع بالنسبة لدوائر العرض أكثر أهمية من خطوط الطول. ليه؟ لأن الموقع بالنسبة لدوائر العرض هو اللي بيحدد الملامح العامة للمناخ في الدولة. فإذا هنا بيقول لي الموقع بالنسبة لدوائر العرض المناخ مهم لقوة الدولة زي ما موجود فين؟ منغوليا وشيلي. طبعا انا عندي شيلي دولة مستطيل طولي، منغوليا مستطيل عرضي. طيب تركيا وايطاليا، قال لي هلاقي ايطاليا مستطيل طولي، طب تركيا مستطيل عرضي. طيب تركيا ومنغوليا، تركيا برضو عرضي، طب منغوليا عرضي. طيب شيلي وايطاليا، قال لي هلاقي شيلي طولي وايطاليا طولي. فاذا هنا بقى انا لما اجي اشوف دوائر العرض ايه الفرق ما بين مستطيل طولي ومستطيل عرضي؟ قال لك لا، ما انا عندي دوائر العرض لما باجي ارسمها على الخريطه برسمها بالشكل ده، دايره عرض، دايره عرض، دايره عرض، دايره عرض، وهكذا. تمام، فاذا كلما زاد عدد دوائر العرض هعرف ان الدوله دي فيها مناخ متنوع. تمام، فاذا كده بقى شكل الدوله يبقى احسن لما يبقى بالعرض ولا لما يبقى بالطول؟ لا، لما يبقى بالطول، لانه هيضم اكبر عدد من دوائر الايه؟ العرض. طب مين اكتر دولتين المناخ هيأثر فيهم هيديهم قوه؟ قال لي دوله شيلي اللي موجوده في امريكا الجنوبيه طولي، ودوله ايطاليا برضو بالطول. فاذا شيلي وايطاليا من اكتر الدول اللي ايه؟ اللي هيتأثر فيها الموقع بالنسبه لدوائر العرض وهيديهم قوه. طيب سؤال رقم 16، امامك خريطه للحدود السياسيه بين شيلي والارجنتين. في هنا خريطة ما بين دولة شيلي وما بين دولة الأرجنتين. طب يقول لي أكتر المناطق المتوقع غناها بالثروة المعدنية. ثروة معدنية هنا دلوقتي من مزايا الجبال والمرتفعات. قال لي دلوقتي بيبقى فيها ثروات معدنية وبيبقى فيها معادن. تمام، طيب دلوقتي الأكتر منطقة هيبقى فيها ثروة معدنية في الأرجنتين في أنهي جهة؟ دي الأرجنتين أهي.
تمام. دي حدود الارجنتين اهي، الدوله دي قدامي. طب اكتر مكان في الارجنتين هيبقى فيه ثروه معدنيه الجزء اللي هنا. ليه يا ميس الجزء اللي هنا؟ قالك لان ده لونه احمر، واتفقنا ان اي لون غامق على الخريطه او لونه احمر اعرف ان هو مرتفعات او جبال، مرتفعات او جبال يبقى هجيب منها ثروه معدنيه. طب المكان ده بقى جهه ايه؟ هو انا فوق عندي كده جهه الشمال، تحت عندي جهه الجنوب، اليمين عندي جهه الشرق، والشمال عندي جهه الغرب. طيب هو في النص ما بين الشمال والايه والغرب، يبقى اسمه ايه؟ شمال غرب. يبقى اسمه ايه؟ شمال غرب. يبقى اذا اكتر منطقه في الارجنتين هيتوقع غناها بالثروه المعدنيه هي منطقه الشمال الغربي، يعني فوق ناحيه الشمال شويه، شمال غربي. تمام. طيب بعد كده قال لي رقم 17: أي من الدول الآتية من المتوقع أن تكون الأوفر حظا في ارتفاع عدد العلماء والمخترعين بها؟ مين الدولة اللي هيبقى فيها عدد مخترعين أكتر وهيبقى فيها تكنولوجيا بقى وصرف كتير وحاجات من دي كتير؟ هتبقى دولة مين بقى؟ فكر معايا. قال لي الصين، بريطانيا، اليابان، ألمانيا. طب يا مثلا اختار بناء على ايه؟ اقول لك اختار بناء على اكتر دولة فيها عدد سكان. ليه؟ لان انا العدد الزياده اللي عندي ده هيديني فرصه في ظهور المبدعين في مختلف المجالات، صح ولا لا؟ فانا هقدر دلوقتي من خلال دوله الصين ان اطلع فيها كل المبدعين لان عدد سكانها كبير. تمام. طيب بعد كده قال لي يثير تعدد اللغات داخل الدوله الواحده مشكله في حاله وجود ايه؟ قال لي دلوقتي انا عندي تعدد لغات، عندي اكتر من لغه في دوله واحده، وممكن اكتر من لغه تعمل لي مشكله. امتى اللغه تعمل مشكله؟ امتى اللغة تعمل مشكلة؟ او امتى الاقلية يعملوا مشكلة؟ لما يبقى عندهم رغبة في الانفصال عن الدولة. تمام. قال لي لما يبقى في حروب اهلية، صراعات ايديولوجية، رغبة في الاستقلال، تفرقة عنصرية. طبعا رغبة في الاستقلال. يبقى دلوقتي الاقلية ما بتسببش اي مشكلة، بتسبب مشكلة بقى لما تبقى عاوزة تنفصل، هنا بقى بيظهر مشكلة. تمام. يبقى المشكلة بتظهر لي لما يحبوا ياخدوا استقلالهم. تعبر الصورة التي أمامك عن إحدى طرق التغلب على مشكلة إيه؟ دي شكل الصوب الزراعية. عارفين الصوب الزراعية؟ اللي هم مثلا بيبقى في مكان في الدولة مش مناسب لزراعة محصول معين، فبيروحوا عاملين صوب زراعية، تمام، أو بيوت بلاستيكية زي ما بيقولوا عليها، ويبدأوا يزرعوا فيها ويوفروا درجة حرارة معينة ومناخ معين وطقس معين وأجواء معينة عشان المحصول يطلع. طب هنا دلوقتي أنا اتغلبت على إيه؟ نقص المية ولا وعورة السطح ولا تطرف المناخ ولا تصحر الأراضي؟ طبعا تطرف المناخ. دي أنا كده تغلبت على مشكلة تطرف المناخ وقدرت أعمل بيوت بلاستيكية أزرع فيها. تمام. يبقى كده المناخ بالنسبة لي ما بقاش عقبة. ليه؟ لأني اتصرفت دلوقتي. تمام. طيب رقم 20: من خلال الخريطة المقابلة تخيل أن بحيرة فيكتوريا عبارة عن دولة. لو بحيرة فيكتوريا دولة يبقى شكلها إيه؟ قال لي دلوقتي وسواحلها تمثل حدودها السياسية، فإن الأقرب الأشكال التي تنتمي إليها هو الشكل إيه؟ بص كده على بحيرة فيكتوريا، مالها؟ قال لي بص المسافة من المنتصف لباقي أجزائها متساوية تقريبا. يعني إيه؟ يعني مثلا من النص لحد كل الجوانب المساحة متساوية. طب ده كنت بقول عليه شكل إيه؟ قال لي شكل منتظم ومندمج، بس في حتة هنا خارجة وداخلة في دولة كينيا. يبقى معناه ايه بقى؟ معناه ان هو شكل مندمج ذو البروز. شكل مندمج ايه؟ شكل مندمج ذو بروز. يبقى دلوقتي انا عندي الاشكال مجزأ بحري، منتظم او مندمج، طولي او شريطي، ولا مندمج ذو البروز؟ ايوه هو مندمج ذو البروز. يبقى دلوقتي لو فيكتوريا دولة، لو بحيرة فيكتوريا دولة شكلها هيبقى مندمج ذو البروز. السؤال ده مهم. طيب رقم 21: أي الدول الآتية تعد الأقل من حيث التجانس البشري بين المقيمين فيها؟ مين دولة في دول ما عندهاش تجانس ما بين السكان؟ أي دولة ما فيهاش تجانس ما بين السكان يا إما هيبقى دولة فيها جبال، يا إما هتبقى دولة مستقبلة للهجرات. طيب هختار دلوقتي مصر، موريتانيا، الإمارات، المغرب. طبعا دولة الإمارات. ليه؟ لأن دولة الإمارات من دول الخليج العربي، دول مستقبلة للإيه؟ للمهاجرين، فبالتالي ما عندهاش تجانس بشري بين المقيمين فيها. رقم 22: أهم المقومات الجغرافية لتحقيق التجانس السكاني بالدولة هي إيه؟ أهم المقومات الجغرافية اللي بتعمل تجانس سكاني في الدولة، اللي بتخلي فيه تجانس ما بين السكان: اللغة والجبال،
ولا الدين والجبال ولا الدين والسهول ولا اللغة والسهول؟ قال لي اكتر حاجة بتعمل تجانس. هو ايه اللي بيعمل تجانس ما بين السكان؟ احنا لسه قايلين السهول بتعمل تجانس، طبعا. اللغة بتعمل تجانس، طبعا. الدين بيعمل تجانس، طبعا. تمام. فكل ده بيعمل تجانس ما بين السكان. يعني انا هستبعد الاجابات اللي فيها جبال خالص، لان الجبال بتعمل على انفصال ما بين السكان. تمام. انما اللي بيعزز الوحده بين السكان ده كان السهول. طيب الدين والسهول ولا اللغه والسهول؟ لا، الاكتر اللغه والسهول. اللغه والسهول اكتر هم اللي بيعملوا تجانس ما بين السكان. اختلاف الدين مش هيعمل مشكله قوي، انما اللغه هتقربهم من بعض اكتر. تمام. يبقى اللغه والسهول. اهم المقومات الجغرافيه التي تساعد على وفره الانتاج المعدني لاي دوله هي ايه؟ في مقوم جغرافي بيساعد على وفره الانتاج المعدني. الانتاج المعدني بيبقى متوفر. هي ايه بقى؟ الموقع والشكل ولا الشكل والتضاريس؟ التضاريس والمساحه، المساحه والموقع. هنا بيقول لي في مقوم جغرافي هيساعد على وفره الانتاج المعدني. المعادن في الدوله. المعادن في الدوله بتبقى موجوده على حسب ايه؟ ايه اللي بيحدد ان الدوله دي فيها معادن ولا لا؟ قال لي موقع الدولة وشكلها. لو في شكل معين وموقع الدولة هيخليها فيها مثلا انتاج معدني، لا ملوش علاقة. طيب الشكل والتضاريس، لو التضاريس موجودة والشكل، ولا التضاريس والمساحة، ولا المساحة والموقع؟ قال لي طبعا التضاريس والمساحة. يبقى التضاريس والمساحه الاثنين دول اكتر المقومات الجغرافيه اللي بتساعد على وفره الانتاج المعدني. لما يبقى عندي تضاريس اللي هو جبال هيبقى فيها انتاج معدني، وفي نفس الوقت المساحه الدوله كبيره فهقدر ان انا اخرج منها ايه؟ موارد اكتر. طيب الشكل، لا الشكل مش مهم قوي، مش لازم يديني انتاج معدني. طيب المساحه والموقع قال لي برده مش مهمين، يبقى هي التضاريس والمساحه. رقم 24 العنصر المشترك بين النظامين شبه الرئاسي والبرلماني هو ايه؟ قال لي في حاجه مشتركه ما بين النظام شبه الرئاسي والنظام البرلماني. المشتركين ما بين الاثنين ايه بقى؟ قال لي التداول السلمي للسلطه، العلاقه بين البرلمان والرئيس، صلاحيات رئيس الدوله، العلاقه بين الرئيس والحكومه. قال لي طبعا الحاجه المشتركه ما بين الاثنين هلاقيها تداول سلمي للسلطه، لان انظمه الحكم الديمقراطيه كانت بتعتمد على مبدئين: التداول السلمي للسلطه ومبدا الفصل ما بين السلطات. فدول المشتركين ما بين النظام شبه الرئاسي والنظام البرلماني. طيب رقم 25 تعد الولايات المتحدة الأمريكية من الدول نقط. الولايات المتحدة الأمريكية من الدول إيه؟ وحدوية؟ من غير ما أكمل غلط، لأن أمريكا مش دولة وحدوية. وحدوية رئاسية كبيرة المساحة؟ لأ. طيب فيدرالية رئاسية كبيرة المساحة، ولا فيدرالية برلمانية مجزأة بريا، ولا الوحدوية البرلمانية المجزأة بريا؟ هي الولايات المتحدة الأمريكية عندي مجزأة بريا. طيب هي دولة برلمانية؟ لا، فدي غلط عندي نستبعدها. طيب هي دولة وحدوية؟ من غير ما أكمل غلط. امال هي ايه؟ قال لي هي فيدرالية نظامها رئاسي وكبيرة المساحة. يبقى الولايات المتحدة الأمريكية عندي دولة فيدرالية، لأن من أمثلة الدولة الفيدرالية كانت مين؟ الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا والهند. تمام. فإذا عندي لأن كانت الولايات عبارة عن مقاطعات، ولايات اسمها ولايات، يعني كل ولاية واخدة استقلالها عن باقي الولايات، بس بتشترك كلها مع بعض في الأمور السيادية. تمام. طيب يبقى دلوقتي عندي فيدرالية ورئاسية نظامها رئاسي وكبيرة المساحة. طيب بعد كده قال لي بتعتمد المرحلة الأولى من مراحل العملية الانتخابية على قوة الدولة من الناحية إيه؟ قال لي المرحلة الأولى من مراحل العملية الانتخابية، أول مرحلة خالص، قال لي بتعتمد على قوة الدولة من حيث إيه؟ طبعا هو قال لي تقسيم الدولة لدوائر انتخابية أو تقسيم الدوائر الانتخابية. طب تقسيم الدوائر الانتخابية ده قوة إيه؟ اقتصادية ولا ديموغرافية اللي هي سكاني ولا تنظيمية ولا عسكرية؟ هنا بيقول لي انا هقسم الدولة لدوائر انتخابية. طب التقسيم ده كان قوة ايه؟ قال لي قوة تنظيمية في الإدارة، قوة تنظيمية في الإدارة بتاعت الدولة. تمام. طيب رقم 27 الهدف الرئيسي وراء استخدام النظام السياسي للسلطة اجتماعيا هو ايه؟ طيب نفتكر مع بعض عشان السؤال ده مهم وبتكرر كتير وبنسبة كبيرة جالك في الامتحان. النظام السياسي في صورته الاجتماعية هو نظام اجتماعي يقوم بأدوار ووظائف متعددة استنادا لوجود قوة أو سلطة. طب القوة والسلطة دي بيعمل بها ايه؟ بيعمل بها 3 حاجات. قال لي تحقيق الأمن الداخلي والخارجي، تحقيق أكبر قدر من المصالح العامة، وعندي إدارة موارد المجتمع. يبقى بيدير موارد المجتمع، بيحقق الأمن الداخلي والخارجي، بيحقق أكبر قدر من المصالح العامة.
طيب هنا بيقول لي الهدف بقى من استخدام السلطه ده هو ايه؟ قال لي تحقيق الوحده والانسجام، تحقيق المنفعه العامه، حمايه الامن القومي، اخضاع الشعوب لارادته. طبعا قال لي حمايه الامن القومي، امن الدوله، حمايه امن الدوله القومي. يبقى النظام الاجتماعي، النظام السياسي في صورته الاجتماعيه هو بيعمل لي امن قومي، مش بيعمل وحده وانسجام، ومش بيعمل منفعه عامه، مش بيخضع الشعب لارادته، هو بالهدف القومي بتاعه ان هو يحمي امن الدوله القومي. يبقى تحقيق اكبر قدر من المصالح العامه، وعندي تحقيق الامن الداخلي والخارجي، الامن. طيب رقم 28، من العوامل التي يتوقف عليها اختيار نظم الحكم بين دول العالم هي ايه؟ قال لي في عوامل بيتوقف عليها اختيار نظم الحكم. هما بيختاروا نظام الحكم على اساس ايه؟ قال لي والله لا يوجد نظام مثالي تتبعه الدول، فلكل دولة تجربتها الخاصة، والأنظمة بتختلف من حيث إن كل دولة شايفة إيه المناسب ليها وبتعمله. يبقى الاختلاف بتاع الأنظمة بيختلف على حسب اختلاف المكان، الدولة دي شايفة إن ده الأنسب ليها، والدولة دي الأنسب ليها، والدولة دي. طب الأنسب ده بناء على إيه؟ على اختلاف المكان. فإذا دلوقتي قال لي الاختلاف التكنولوجي هو اللي بيحدد، ولا الانسجام الحضاري اللي بيحدد، ولا التشابه الثقافي، ولا التباين المكاني؟ قال لي التباين المكاني، اختلاف المكان. تمام. يبقى العوامل اللي بيتوقف عليها اختيار نظام الحكم هو التباين المكان، لان المجتمعات بتختلف حضاريا وجغرافيا وثقافيا. تعد دولة فرنسا نموذجا مثاليا من حيث ايه؟ قال لي فرنسا نموذج مثالي. فرنسا نموذج مثالي من حيث ايه بقى؟ قال لي من حيث موقعها الجغرافي ومساحتها، من حيث المساحة والنظام السياسي، مساحتها ونظامها السياسي، من حيث النظام السياسي والشكل، من حيث الشكل والموقع الجغرافي. انا عندي دلوقتي كانت فرنسا نموذج مثالي، نموذج مثالي انها دولة ايه؟ انها دولة وحدوية، النموذج المثالي لشكل الدولة الوحدوية، والنموذج المثالي كمان للشكل الايه؟ المندمج او المنتظم. تمام. طيب هنا دلوقتي بيقول لي هختار الشكل والنظام السياسي ولا الشكل والموقع الجغرافي؟ قال لي الشكل والموقع الجغرافي. ليه؟ لأن فرنسا يعتبر هي موجودة في قلب العالم، في المنتصف، فهي موقعها الجغرافي مهم، وفي نفس الوقت الشكل بتاعها مهم، لأنها شكل ايه؟ شكل مندمج أو منتظم. تعد جائحة كورونا دليلا دامفا على سقوط نظرية ايه؟ قال لي دلوقتي لو جيت بصيت على فيروس كورونا او جائحة كورونا لما حصلت وحصل اللي حصل، دي اكتر حاجة اكدت لنا على ايه؟ اكدت لنا على الدفاع بالعمق، ولا الحد الامن، ولا الصراع الايديولوجي، ولا الخطوط الدفاعية؟ هي سقوط نظرية، يعني حاجة مش موجودة، نظرية وقعت خلاص، احنا عرفنا ان النظرية دي فعلا مش موجودة. طبعا هي نظرية الحد الامن، سقطت نظرية الحد الآمن مع تطور وسائل الحرب وفعالياتها وسرعة تدميرها وتخطيها للعقبات. يعني ما ينفعش اقول انا حدودي آمنة، ده انا عامل حسابي، ده انا حاطط كاميرات مراقبة، ده انا حاطط مش عارف ايه، ده انا عامل ايه، حتة فيروس قد كده يجي يدخل الدولة بتاعتك يدمرها لك كلها. يبقى دلوقتي جائحة كورونا اكدت على سقوط نظرية الحد الايه؟ الآمن. 31، يرجع تشكيل الخريطة السياسية للعالم النامي في الماضي إلى قادة دول إيه؟ قال لي دلوقتي لو جيت بصيت على خريطة العالم السياسية في العالم النامي اللي هي دول العالم الإيه؟ النامي. تمام؟ قال لي دلوقتي إلى قادة دول إيه؟ طبعا قادة دول أوروبا على طول. ليه؟ لأن تقسيم الاستعمار لمستعمراته قامت به قادة دول أوروبا لباقي دول العالم الإيه؟ النامي. يبقى طبعا قارة إيه؟ أوروبا. 32، إذا كنت واقفا فوق قمة أحد الجبال، لو أنت واقف على قمة أحد الجبال ورأيت الأمطار الساقطة عليه تنحدر باتجاه دولة معينة دون الأخرى، لو لقيت مطر نازل باتجاه دولة معينة رايح على دولة وسايب الدولة التانية، تمام؟ فإن هذا الجبل سوف يكون غير صالح لإيه؟ الجبل ده مش هينفع يتعمل فيه إيه؟ هو دلوقتي انت واقف على قمة جبل، ففي مطر نازل لدولة ومش رايح لدولة تانية، انت دلوقتي واقف على جبل، فالمطر اللي نزل راح على الدولة التانية وما جاش عندك، معنى كده ان الدولة التانية دي نزل تحت وانت واقف على مسافة مرتفعة، يعني الجبل ده رايح، يعني الجبل ده عالي من مكانه ومن مكان تاني نازل لتحت، فده معناه ان الجبل ده مش هينفع استخدمه لايه على طول، مش هينفع استخدمه لخط تقسيم المياه، لان خط تقسيم المياه كنا بنقيسه من عند اقدام الجبال، تمام؟ فكان بيقسم الجبل لنصين، فدلوقتي عندي مش هينفع الجبل ده يكون صالح لخط تقسيم المياه. بعد كده قال دي الاسئله الموضوعيه، كل سؤال له درجتين. يتم ارسال قوات حفظ السلام التابعين
التابعتين للامم المتحده وحلف الناتو الى ايه؟ قال لي تم ارسال قوات حفظ سلام، بعتوا قوات حفظ سلام تمام التابعين للامم المتحده وحلف الناتو لدولتين طبعا كانوا البوسنه والهرسك على طول. يبقى البوسنه والهرسك الدولتين دول تم ارسال قوات حفظ سلام من الامم المتحده ومن حلف الناتو. رقم 34 تركزت جهود حلف شمال الأطلسي أواخر القرن العشرين عالميا على المجالين إيه وإيه؟ قال لي لو جيت بصيت على جهود حلف شمال الأطلسي إن هم بعتوا إرسال مراقبين دوليين لمناطق التوتر، إن هم بعتوا عشان يستغيثوا أو يلحقوا الناس المتضررين من إعصار كاترينا، تمام، ده كان جانب إنساني. وإن هم كمان الجانب العسكري اللي هم المراقبين الدوليين. وقلنا كمان الزلزال اللي ضرب باكستان. فكل المجالات دي كانت مجالات ايه بقى؟ كان مجال انساني ومجال عسكري. يبقى المجالات اللي تدخلت فيها حلف شمال الاطلسي في اواخر القرن العشرين كان في المجال الانساني والعسكري، المجال الانساني والعسكري. طيب 35 يفتقر مجلس التعاون لدول الخليج العربي لبعض المقومات التي تساعد على نجاحه زي ايه؟ قال دلوقتي مجلس التعاون لدول الخليج العربي ما عندوش مقومات تساعد على نجاحه. فاكرين لما قلنا ايه بقى؟ لما قلنا ان مجلس التعاون لدول الخليج العربي بيفتقر الى وجود التنوع. ما عندوش تنوع. ليه؟ لانه عنده تشابه، كلهم بيعتمدوا على استثمار النفط اللي هو البترول، ما عندوش غيرهم. يبقى دلوقتي بيفتقر لنجاحه زي تقارب المستوى التكنولوجي، ولا تشابه الخصائص الثقافيه، توفر المقومات الجغرافيه، تنوع الموارد الاقتصاديه. تنوع الموارد الاقتصاديه. يا ميس انت لسه قايلنا ما عندوش تنوع، بتختاري تنوع ليه؟ هقول لك ما الاجابه اسمها تفتقر، يعني حاجه مش موجوده. هو مش موجود عنده التنوع، هو موجود عنده تشابه الموارد الاقتصاديه. 36 يصعب قيام تكتل اقتصادي يجمع بين الولايات المتحده الامريكيه ودول اوروبا بسبب ايه؟ دلوقتي احنا عاوزين نعمل تكتل ما بين امريكا وما بين دول اوروبا، فمن الصعب ان احنا نعمل تكتل ما بين الاتنين. ليه؟ عشان هيخالفوا شروط كوبنهاجن، ولا هيبقى في تشابه الموارد الاقتصاديه، ولا اختلاف الموقع الجغرافي، ولا اختلاف النظم السياسيه. طبعا مش هيبقى في اتصال ارضي، انا هجيب منطقه في الغرب ومنطقه في الشرق وهقول هنعمل بينهم تكتل، لا طبعا، يبقى كده في اختلاف في الموقع الجغرافي، الموقع مش زي بعض. واحنا قلنا من شروط التكتل او نجاح التكتل يبقى في اتصال ارضي ما بين اجزائه، يعني يبقوا كلهم جنب بعض. يبقى هنا في اختلاف في الموقع الجغرافي. من اسباب التجانس الثقافي داخل دول وسط اوروبا، قال لي دلوقتي هبص هلاقي فيه تجانس ثقافي جوه دول وسط اوروبا. لو جيت بصيت على دول وسط اوروبا هلاقي فيها تجانس ثقافي، هلاقي فيها تجانس ايه؟ ثقافي. طب التجانس الثقافي ده جاي لي منين؟ قال لي بسبب تقارب المستوى التكنولوجي، لا. حاجه تانية، التشابه العرقي بين السكان، لا. طب ترسيم الحدود اثنوغرافيا، ايوه، هيبقى ترسيم الحدود اثنوغرافيا، لان تم اختيار الحدود ما بين دول وسط اوروبا على اساس اللغه. يبقى دلوقتي على اساس اللغه يبقى هقول ان الحدود دي حدود اثنوغرافيه، تمام. طيب رقم 38 في الفترة الأخيرة أعلنت الهند ضم إقليم كشمير بشكل نهائي، وبناء على هذا القرار يصبح شعب كشمير إيه؟ قال دلوقتي إن الهند قالت إن خلاص كشمير هتبقى تبع الهند، فكده شعب كشمير هيبقى إيه؟ هيبقى أقلية. طب الأقلية دي تبقى أقلية إيه؟ دينية طبعا، لأن شعب كشمير شعب مسلم، إنما الأغلبية اللي في الهند أغلبية هندوس، فهنا أقلية عرقية، أقلية دينية، أغلبية عرقية، أغلبية دينية، طبعا هيبقى أقلية دينية. طيب رقم 39 إذا حصلت كشمير على استقلالها فمن المؤكد أنها سوف تصبح دولة إيه؟ دلوقتي قال لي لو كشمير خدت استقلالها هتبقى دولة إيه؟ هتبقى دولة جيبية، ولا تبقى دولة وحدوية، ولا تبقى دولة داخلية، ولا تبقى دولة مجزأة؟ لا، هي لو كشمير خدت استقلالها هتبقى دولة حبيسة، هتبقى دولة حبيسة ليس لها اتصال بالعالم الخارجي عن طريق البحار أو المحيطات. طيب في الإجابة دولة حبيسة؟ لا. هو في داخلية، أيوة، ما هي داخلية هي دولة حبيسة، يبقى الدولة الداخلية هي الدولة الحبيسة، تمام. طيب السبب الدفين وراء قانون تجديد إذن الإقامة الذي وضعته أسبانيا هو إيه؟ قال لي في سبب كده، أسبانيا قالت أنا عاوز أعمل إذن إقامة. ليه؟ إذن إقامة عشان أجدد لسكان ستة ومليلة أو السكان المغاربة اللي في ستة ومليلة الإذن يقعدوا إيه عندي بالسبب بتاعي أنا. طب هي قالت كده ليه؟ عاوزة تعمل إيه؟ عاوزة تزود نسبة مواطني دولة أسبانيا، ولا تصفية الوجود المغربي في ستة ومليلة، ولا الحد من تيار الهجرة الغير شرعية، ولا تنظيم حركة السكان من وإلى أسبانيا؟ هي دلوقتي عاوزة تعمل
قانون تجديد اذن للاقامه ليهم. هجدد لكم اذن اقامه، فانا هقرفكم، فانا عاوزه امشيكم. يبقى من الاخر تصفيه الوجود المغربي في سبته ومليله، هي عاوزه تصفي وجودهم اصلا من سبته ومليله. عاوزه سبته ومليله يبقى فيهم مين؟ فيهم ناس من اسبان بس، شعب اسباني فقط. طيب رقم 41 قال يمكن تفسير سبب عدم مساندة مجلس الأمن للمغرب في مطالبها بضم سبتة ومليلة إلى إيه؟ هنفسر موقف أو رد فعل مجلس الأمن. مجلس الأمن ما اداش رأي ليه؟ ما قالش رأيه ليه؟ هو ساب الموضوع كده ما بينهم، قال يلا حلوها عن طريق الحوار أو المفاوضات. طيب ليه هنا بقى؟ قال لي بسبب خضوع المغرب للاحتلال الفرنسي، ولا هيمنة الدول الكبرى على قراراته، ولا وجود حجج قوية بتدعم حق أسبانيا، ولا رغبة سكان المدينتين في التبعية الأسبانية. قال لي طبعا هنا مجلس الأمن هيئة من هيئات الايه الأمم المتحدة، والأمم المتحدة كانت مدية ل5 دول حق الفيتو. حق الفيتو اللي هو حق الاعتراض، حق الاعتراض دون ابداء الاسباب. طب كانوا مين الدول دي؟ انجلترا، فرنسا، روسيا، الولايات والصين. فالدول دي مالها؟ الدول دي واخده حق الفيتو، فاذا هيمنه الدول الكبرى على قرارات مجلس الامن، تمام، اللي هو المجلس التابع للامم مين؟ المتحده. يتمثل الهدف السياسي من قيام التكتلات الاقتصادية في ايه؟ قال لي الهدف السياسي من التكتلات الاقتصادية لو شفنا الاستفادة من المراكز البحثية، الحصول على مزايا الانتاج الكبير، رفع مستوى رفاهية المواطنين. كل المزايا دي كانت مزايا يعتبر اقتصادية واجتماعية. طب الهدف السياسي بقى كان ايه؟ قال لي تخفيف اثر الصدمات الخارجية. تخفيف اثر الصدمات الخارجيه ده كان هدف سياسي لقيام التكتلات الاقتصاديه. تخفيف اثر الصدمات الخارجيه بتقليل الاعتماد على الخارج، والاعتماد على الايه؟ النفس، او الدوله تعتمد على نفسها، ما تعتمدش على حد بره. طيب بعد كده قال لي رقم 43 السمة المشتركة بين المفوضية الأوروبية والمجلس الوزاري في مجلس التعاون لدول الخليج العربي ان هما الاثنين ايه؟ قال لي ان المفوضية الأوروبية والمجلس الوزاري مالهم الاثنين؟ المفوضيه الاوروبيه والمجلس الوزاري هما الاثنين من غير ما ابصوا في الاختيارات كانوا الجهاز التنفيذي للتكتل. مين اللي كان الجهاز التنفيذي للتكتل؟ المفوضيه الاوروبيه هي الجهاز التنفيذي للاتحاد الاوروبي، والمجلس الوزاري هو الجهاز التنفيذي فين؟ في مجلس التعاون لدول الخليج العربي. يبقى التشابه ما بين الاثنين ان الاثنين تنفيذ، جهاز تنفيذي. اعتمدت استراتيجية زعماء حلف الناتو في المستقبل على تطبيق مفهوم الجيوبولتيك من الناحية الايه؟ قال دلوقتي زعماء الحلف فكروا ان هم يربطوا دور الحلف بمستقبل القارة كلها، يقولوا قد ايه الحلف بيعمل ادوار كتير، وقد ايه هو صح، وقد ايه هو هيساعدكم، وقد ايه هيقف جنبكم، والكلام ده كله. طيب الفكر اللي اتبعوه بقى او الطريقه دي طريقه سياسيه ولا عسكريه ولا ايديولوجيه ولا اقتصاديه؟ قال لي لا ايديولوجيه. الايديولوجيه اللي هو عن طريق الايه؟ فكر وثقافه. يعني هيقولوا لهم ان انتم مش هتعرفوا تعيشوا من غيرنا، احنا اللي هنعمل لكم الامن والتقدم والمستقبل، واحنا واحنا واحنا. تمام؟ يبقى دلوقتي هم زعماء الحلف اتبعوا طريقه ايديولوجيه عشان يثبتوا لهم ان هم اللي صح. تمام؟ طيب بعد كده بقى نيجي على السؤال المقالي. بيقول لي يرى بعض علماء الجغرافيا السياسيه ان رادزل كان له دور غير مباشر في زرع بذور الجيوبولتيك على مسرح السياسة العالمية خلال القرن العشرين، بينما يرى البعض الآخر عكس ذلك تماما. إلى أي من وجهتي النظر السابقتين تميل ولماذا؟ يعني بيقولك والله ان في ناس شايفه ان رادزل ده ما كانش له اي فكره وما كانش له اي سبب في ان هم فهموا افكاره بطريقه غلط، وناس تانية قالت لا هو عارف كويس هو بيعمل ايه. فانت من اي وجهة نظر شايف ان رادزل ده هو فعلا اللي يستاهل كل الكلام اللي بيتقال عليه بقى، هو اللي مفيش منه اتنين، ولا رادزل ده يعني مظلوم وهو طرح الفكرة من غير ما ياخد باله؟ هقول والله ان فعلا قامت ألمانيا باستغلال مفاهيم رادزل بصورة خطأ، وقامت بالتوسع على حساب الدول المجاورة واعتبرتها المجال الحيوي ليها. يبقى هنا رادزل ما كانش قاصد ده كله، هو رادزل طرح فكرة الجيوبولتيك بس طرحها بطريقة غير مسبوقة، او بطريقة غير مثلا مترتبة منه. تمام؟ يبقى دلوقتي هنقول
انت بتفضل اي وجهة نظر. انا من رأيي طبعا على حسب وجهة نظر كل واحد، انا من رأيي ان راتزل ما كانش له اي دور في ان هو يطرح فكرة الجيوبوليتيك على مسرح السياسة العالمية، تمام. وفي نفس الوقت هم المانيا استغلت مفاهيم راتزل في التوسع بصورة خطأ، وتوسعت على حساب الدول المجاورة واعتبرتها المجال الحيوي ليها، تمام. طيب بعد كده بيقول لي لقد عاد الفكر الجيوبوليتيكي في الظهور على سطح الأحداث العالمية منذ أواخر القرن العشرين. ما تقييمك لمدى مصداقية العبارة؟ تقييمك لمدى مصداقية العبارة، يا إما أقول العبارة صادقة أو العبارة خطأ. فالعبارة هنا صادقة. العبارة صادقة ليه بقى؟ لأنه هنا بيقول لي عاد الفكر الجيوبوليتيكي في الظهور على سطح الأحداث العالمية منذ أواخر القرن العشرين. هقول له حيث رجع تاني الفكر الجيوبوليتيكي في الظهور مع ظهور العولمة التي ظهرت في منتصف التسعينات من القرن العشرين، والعولمة دي اللي بتقوم بها الدول الأقوى بفرض سيطرتها على الدول الأضعف. وعندي العولمة والفكر الجيوبوليتيكي ان الاتنين هدفهم سيطرة وهيمنة. يبقى دلوقتي هقول العبارة صادقة حيث ظهرت العولمة في منتصف التسعينات من القرن العشرين، وان هدف العولمة وهدف الفكر الجيوبوليتيكي ان الاثنين هدفهم هيمنه وسيطره، تمام. كده احنا خلصنا مع بعض تحضير اول امتحان محاكاه لشكل الامتحان اللي هيجي لك ان شاء الله، ونفس الشكل ويعتبر كمان نفس الافكار. انت محتاج تركز فيها لان الافكار بتتكرر، والافكار المتكرره دي بنسبه كبيره جدا هي جايه، تمام. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وامتحان جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.